هلا وحبايبي، رجعنا بفيديو جديد اللي هو الفطر الشرجي. أكيد الأغلبية ينحرجون يروحون للطبيب أو يحجون لأحد إنه عندهم فطر أو شق شرجي. طبعا هو ما بيه حرج، هو مرض نحنا نسميه باللغة الإنجليزية anal fissure. هو عبارة عن جرح أو تمزق صغير يصير ببطانة فتحة الشرج. أسبابه الشائعة الإمساك المزمن، أو يطلع البراز قوي فيسبب جرح في فتحة الشرج، أو إسهال متكرر وشهيء، أو الولادة الطبيعية، أو شد قوي أثناء التبرز. بالنسبة لأعراضه، يا إما تلاحظون وجع قوي أثناء وبعد التبرز، وتلاحظون مرات خروج دم أحمر فاتح على البراز، أو كلينكس الحمام، أو إحساس بحرقان أو شق صغير حول فتحة الشرج. بالنسبة لعلاجه جدا بسيط ومتوفر. تستعملون حبوب سبروفلوكساسين تاب 500 ملغرام مرتين صباحا ومساء إذا كان الشق الشرجي أو الفترة الشرجية عندكم ملتهب. الشغلة الثانية تستعملون هيمو ريلاكس أو عصارة بروكتو هيل أو ريكتوكس جل، هاي كلها تعالج الشق الشرجي. استعملوا نوع واحد من هذين الثلاثة. أما إذا انتوا تعانون من الإمساك، ممكن تستعملون البسكوديل 5 ملغرام تاب حبايتين بالليل حتى تتجنبون الإمساك، حتى ما يأثر الشق أو الجرح الموجود بمنطقة الشرج. أكو هواية مسهلات أني ذاكرتها بفيديو الإمساك إذا تحبون تشوفوه، راح أخليلكم الرابط بالوصف. وشكرا لاستماعكم، وأشوفكم بالفيديوهات القادمة. وإذا عندكم موضوع تحبون نحكي عليه اكتبولي إياه بالتعليقات.